السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فيديو النهاردة إن شاء الله هشرح إزاي ممكن نغير اللبس عن طريق الذكاء الاصطناعي، وهناخد الصورة دي كمثال هنحولها من الشكل ده للشكل ده. هنلاحظ إن هو مهتم بالتفاصيل جدا، وإن هو تقريبا الصورة مش باينة إن هي معمول لها أي تغيير. وهنعرف إزاي برضه ممكن نضيف لوجو للتيشيرت. هنروح عند موقع اسمه توب فيو، هو ده اللي هنقدر نغير عليه التيشيرت. هنروح لبرودكت اني شوت، ونلاحظ ان هو ليميتد فري، معنى ان هو ليه استخدام محدد في النسخة المجانية. وفي البرودكت ايمج هنختار الصورة او التيشيرت اللي احنا محتاجين نغير ليه، وليكن مثلا صورة التيشيرت ده. هيبدأ يحمل بحيث ان هو يشيل الباك جراوند ويختار شكل التيشيرت بس، والافضل تكون الصورة واضحة. وهنختار من هنا الصورة اللي احنا محتاجين نغير التيشيرت فيها، وليكن الصورة دي. بعد ما يحمل هنلاحظ إن هو علم على التيشيرت باللون الأصفر، ونتأكد إن هو معلم عليه بالظبط بحيث إن الصورة تطلع مظبوطة. هنبدأ من هنا إن احنا نحدد الحجم بتاع البرش علشان نبدأ نحدد التيشيرت أو الجزء اللي احنا محتاجين نغيره للشكل ده. تمام، فاحنا هنصغر البرش شوية ونبدأ إن احنا نحدد التيشيرت بالشكل ده. مفيش مشكلة إن احنا لو بعدنا عن التيشيرت بجزء صغير، بحيث إن هو يغطي على التيشيرت نفسه كله، ميكونش فيه أي أجزاء باينة منه. والذكاء الاصطناعي هيحاول يفهم الكلام ده ونطلع الصورة بأكتر شكل مناسب. لو في أجزاء زادت ممكن إن احنا نمسحها بالشكل ده، ونشيل أجزاء منها بحيث إن هو يكون محدد التيشيرت. وليكن بالشكل ده. بعد ما نخلص هو هنا بيقول محتاج كام صورة أو كام مثال يطلع على الشكل ده. احنا محتاجين صورة واحدة بس، وهندوس generate. هيبدأ يحمل معانا، وفي خلال تقريبا 30 ثانية هتكون الصورة جاهزة. وده الشكل النهائي بعد ما خلص. هنلاحظ ان هو صورة طبيعية جدا، ومش باين انها معمولة فوتوشوب، ونقدر ان احنا نعمل داونلود من هنا او من هنا. ده بالنسبة للطريقة ان احنا نغير التيشيرت عن طريق الذكاء الاصطناعي. بالنسبة للوجو، احنا لو عايزين نضيف لوجو على التيشيرت من خلال موقع فوتوبيا، وليكن مثلا اللوجو ده. احنا لو عندنا الباك جراوند لون واحد، نقدر ان احنا نعمل select وcolor range، ونبدأ ان احنا نحدد اللون ده، وليكن مثلا لون ابيض او اي لون، بس المهم يكون لون سوليد. ونبدأ ان احنا نحدده ونشيله بحيث ان احنا نفرغ اللوجو. بس عشان الباك جراوند دي gradient، فنلاحظ ان هو واخد جزء من اللوجو لان هو قريب منه في اللون. فدي مش اسلم طريقة ان احنا نستخدم الطريقة دي. فهنبدأ ان احنا نحدد جزء جزء منه، لان احنا لو حاولنا ان احنا نحدده كله بالسلكشن تول هنلاحظ ان هو بيدخل أجزاء في النص. فأفضل طريقة إن إحنا ممكن نحدد جزء جزء منه بالطريقة دي. هيحدد الجزء ده بس، ونتأكد إن إحنا عاملين على يونايت بحيث إن إحنا نحدد أجزاء مع الجزء اللي إحنا حددناه بالشكل ده. بعد ما نحدده هناخده كوبي، ونبدأ نضيفه في الصورة بتاعتنا. ونبدأ إن إحنا أولا نظبط الحجم بتاعه بحيث إن إحنا نخليه على التيشيرت بالشكل ده. وهنلاحظ إن الصورة واخدة جنب شوية، ممكن إن إحنا ندوس على كنترول ونبدأ إن إحنا نخليها برسبكتيف شوية كده بحيث إنها تكون ماشية مع الزاوية بتاعة الصورة. وهنبدأ إن إحنا نعمل لها مالتبلاي بحيث إن هي تكون متداخلة في الصورة. أي تفاصيل في الصورة هتكون واخداها بالشكل ده. وهنيجي على البلندنج أوبشن، ونبدأ إن إحنا نقلل في الباك جراوند شوية، وإحنا دايسين على Alt بحيث إن هو يكون بالشكل ده تقريبا، بحيث إن هو يكون متداخل في الصورة. لأن إحنا لو ما دوسناش على Alt هيبدأ إن هو يمسح اللوجو كله بالشكل ده. إحنا عايزين جزء صغير منه، فهندوس على Alt ونسحب بالشكل ده لحد ما نحس إن هو إيه مناسب مع الصورة.